السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ أول محاضرة عندنا في كبسولة وعي، واللي هنتكلم فيها عن الكتابة الإبداعية. في البداية أحب أقول لكم إن الكتابة مش مجرد كلمات أو جمل مترتبة بنكتبها على ورق أو بنكتبها في النوت بتاعة الموبايل. الكتابة بالنسبة لي عاملة زي الروح للجسد كده، اللي هو حاجة بتكون مرتبطة بينا جدا، بتعبّر عننا أو عن أفكارنا أو عن مواقف حصلت معانا أو مرّينا بيها أو حتى حصلت مع حد غيرنا وإحنا حبّينا نتكلّم عنها بشكل مناسب أو بشكل يكون كويس، من غير ما ندخل مثلًا في تفاصيل أوي أو يكون الكلام مش منظّم أو مش مترتّب. فأنا بالنسبة لي الكتابة هي عبارة عن روح، بتعبّر عننا، بتوصفنا وبتوصف اللي جوانا، بس بطريقة منظّمة، بطريقة سليمة، وبتخلّينا إن إحنا نعبّر عن أي شيء إحنا عايزينه بكل سهولة، بمجرد إن إحنا نرتّب شوية كلمات في جُمل متناسقة ومترتّبة مع بعض. إن شاء الله في محاضرة النهارده هنتكلّم عن كذا حاجة، من ضمن الحاجات اللي هنتكلّم عنها هي إزاي نقدر إن إحنا نجيب أفكار جديدة لو إحنا حاسين إن إحنا خلاص كل الأفكار اللي عندنا كتبناها، سواء كانت الأفكار دي لقصص أو لروايات أو لخواطر، إحنا خلاص كل الأفكار اللي كانت في دماغنا والمساحة اللي كانت متخزنة في دماغنا من الأفكار والمعلومات والخيال اللامحدود اللي عندنا، أنا عبّرت عنه كلّه، ما عنديش أفكار جديدة. هنعرف إزاي إن إحنا نعرف نجيب أفكار جديدة، إزاي إن إحنا نقدر نحوّل فكرة صغيّرة جدًا لعمل يكون إبداعي ويقدر يوصل لناس كتير ويعجبهم، وهنعرف كمان إيه هي الطرق أو الأساليب اللي ممكن تخلّي كتاباتي مميزة ومختلفة عن أي حد تاني بيكتب. فيالّا بينا نبدأ مع بعض المحاضرة بتاعتنا. أول حاجة هنتكلم عنها في المحاضرة بتاعتنا هي توليد الأفكار الإبداعية، إزاي أقدر أكتشف أفكار جديدة ما حدش كتب عنها قبل كده، أو حتى لو حد كتب عنها فهيكونوا قلة قليلة جدًا. يعني مثلًا أنا لو باكتب قصص أو سكريبتات ودي الحاجات المنتشرة اللي بنشوفها يوميًا سواء على الواتباد أو على الفيسبوك أو على أي منصة، هنلاقي كتير ناس بيكتبوا سكريبتات، وأغلب القصص بنشوفها متشابهة، ما فيش حاجة جديدة، أو حتى لو حاجة جديدة بتكون التجديد في الأسلوب أو طريقة العرض للقصة، لأن كل كاتب ليه أسلوبه الخاص بيه. لكن بنلاقي قصص كتير منتشرة شبه بعض، ده ليه؟ لأن ما فيش أفكار جديدة. إحنا بنحاول ناخد أفكار من بعض، بنشوف فلان كتب قصة عن كذا، أنا هاخد نفس الفكرة بتاعته بس هاعدّل عليها شوية حاجات، لإن أنا ما عنديش أفكار. فلأ، إحنا مش عايزين نعمل كده خالص، إحنا عايزين نتجنب فكرة إن إحنا نكون بنكتب حاجات متكررة أو أفكار تقليدية خلاص الناس ملِّت أو زهقت منها، ونبتكر أفكار جديدة نقدر إن إحنا نكتب عنها. طيب إزاي أقدر أبتكر أفكار جديدة وأكتب عنها، أو إزاي أصلًا أجيب الأفكار دي؟ ده اللي إحنا إن شاء الله هنعرفه مع بعض. أول حاجة أنا عندي 3 خطوات لازم ألتزم بيهم علشان أقدر يكون عندي أفكار جديدة. أول خطوة معايا وهي إن أنا أراقب تفاصيل يومي. يعني إيه أراقب تفاصيل يومي؟ يعني أنا دلوقتي كلنا بيبقى عندنا حاجات بنعملها في يومنا. في مننا بيكون اليوم بتاعه روتيني جدًا، ما فيش أي حاجة بتحصل فيه جديدة، الحاجات اللي بيعملها هي نفسها اللي بيعملها كل يوم، بس في تفاصيل صغيرة لو ركّز فيها وخَد باله منها في يومه، ممكن يطلع بأفكار غير متوقعة بالمرّة. ولنفترض إن مثلًا من ضمن الحاجات اللي أنا ممكن أراقبها في يومي وآخد بالي منها، هي إن أنا رُحت زيارة لحد من أهلي، وفي الزيارة دي هم قعدوا يتكلموا عن حاجات كتير جدًا، عن ناس حصل معاهم مواقف، أو عن حاجة حصلت معاهم هم شخصيًا، أو مثلًا حد قال كلمة قدّامي جابت لي فكرة. كل التفاصيل الصغيرة دي اللي أنا ممكن أكون قاعدة مش واخدة بالي منها أصلًا ولا مركّزة معاها، تدّيني أفكار ابتكارية وإبداعية عمري في حياتي ما كنت أتخيل إن هي تكون عندي. في كتير أوي بيدخل تجمعات سواء عائلية أو حتى مع الصحاب أو بيحضر محاضرات أو ندوات وما بيطلعش منها بأي استفادة، ليه؟ لإن هو مش حاسس إنه شبه الناس اللي قاعد معاهم، أو مش عارف يندمج معاهم، أو كان بيتسلى وخلاص. أنا رايح زيارة أكيد مش هاوجع دماغي بإن أنا أطلّع أفكار منها، بالعكس. حتى في المحاضرات اللي بنحضرها في الجامعة أو في الدروس أو في المدارس أيًا كان، أنت ممكن تطلع بأفكار كتير جدًا وابتكارية ومختلفة جدًا. ممكن مُدرِّس أو دكتور يقول قدّامك كلمة، الكلمة دي تدّيك أفكار بلا حدود. شخص تاني مُبدع بيستغل كل تفصيلة بتحصل في يومه لمجرد إن لو حد قال له أنا قايم أشرب، دي بتبقى بالنسبة له تفصيلة كويسة جدًا ممكن يبني عليها سيناريو كبير جدًا ويكتب على أساس الكلمة دي، مش مجرد بس قصة أو خاطرة أو script، هو ممكن يكتب عنها رواية كاملة ممكن توصل ل70.000 كلمة أو 100.000 كلمة. ليه؟ لإن هو عنده إبداع، هو بيستغل كل حاجة بتحصل معاه في يومه، كل تفصيلة صغيرة في يومه، وبيبدأ يبني عليها سيناريوهات. أكيد
مش هييجي لك السيناريو كامل في دماغك، أكيد القصة مش هتيجي لك كلها كاملة على طبق من دهب، لأ أنت كاتب، دي موهبتك، دي الهبة اللي ربنا اداها لك، أنت لازم تستغلها بالطريقة الصح، وهي إن أنا أستغل الحاجات اللي بتحصل معايا. حد قال كلمة، الكلمة دي أنا قدرت أطلع منها حاجة إبداعية تميزني، هاعمل كده، هاستغلها. حد قال قدامي موقف، او مثلا موقف اتحكى قدامي عن بنت اتجوزت وعانت في حياتها وبعدين اتطلقت، او مثلا حصل معاها مواقف بشعه جدا من اهل جوزها، او ايا يكن، حاجات كتير بتتقال قدامنا يوميا او حتى بالصدفه. انا ممكن استغل القصه دي واعدل فيها حاجات كتير او تفاصيل كتير، واخليها قصه ايجابيه، احط فيها نصايح تفيد الناس اللي حواليا او الناس اللي هتقرا القصه دي، وابقى بعمل توعيه غير مباشره عن طريق كتاباتي، ان انا اخدت قصه حقيقيه وكتبتها بس بطريقه مختلفه وباسلوب ادبي، وباسلوب ما يبينش ان انا واخده قصه البنت دي كوبي وبعدل عليها وخلاص، لا انا هعدل عليها فعلا بكل التفاصيل، على قد ما اقدر. هغير الاسماء، هغير بعض الاحداث فيها، انا بس هاخد المغزى الرئيسي اللي القصه بتاعتها او العبره من القصه، وهبدا ان انا احط سيناريو مختلف تماما وابني قصه مميزه من تاليفي. فده اول خطوه او اول طريقه تقدر ان انت من خلالها تجيب أفكار جديدة وتكون مبدع ومميز في كتاباتك، وليك الأسلوب الخاص بيك والمميز واللي مش بتقلد فيه حد أو بتتكلم فيه عن حاجة تقليدية. تاني حاجة معايا وهي إن أنا أقرأ، والقراءة هنا مش مقتصرة على حاجة معينة، يعني ما أروحش مثلا أقرأ روايات من على الواتباد وأقول إن أنا قارئ وعايز أبتكر وأطلع أفكار إبداعية. طبعا ده مش تقليل من الواتباد خالص، لكن الفكرة ان انا مش بقرأ الحاجة اللي تديني افكار او تخلي عندي توعية او تديني حتى حصيلة لغوية اقدر ان انا استخدمها في كتاباتي. بالعكس انا بسلي نفسي بمعنى اصح. الواتباد انا من وجهة نظري ان هو وسيلة للتسلية مش للابتكار، مش ان انا اخد منه افكار او ان انا اتعلم منه حاجة. وفي نفس الوقت ما اروحش اقرأ روايات بس واقول ان انا عايز ابتكر، بالعكس انا لما اقرأ روايات واقرأ كتب في تطوير الذات او في علم النفس او في اي مجال تاني اكون بفضله، انا ممكن من خلال القراءه بتاعتي او المعلومات اللي عقلي الباطن بيخزنها من غير ما انا اخد بالي، لو انا مثلا بقرا الكتاب ده علشان يسليني مش اكتر، مش مركز ان انا اطلع منه بمعلومات مفيده، العقل الباطن بيخزن عندنا المعلومات من غير ما احنا ناخد بالنا، فبنيجي فجاه نلاقي افكار جات لنا. انا مش عارف الفكره دي جت لي منين، الفكره دي جت علشان في معلومات متخزنه جوه عقلك انت مش عارف ان هي متخزنه عندك، فلما احتجت فكره على طول. فالقراءة بتساعد جدا في ان احنا حتى لو ما استفدناش ان احنا نطلع بمعلومة او بفكرة جديدة، هنستفاد ابسط حاجة ان احنا نطلع بحصيلة لغوية تساعدنا في كتاباتنا وفي اعمالنا. فالقراءة حاجة مهمة جدا علشان اقدر ان انا احسن حتى مستوايا في الكتابة من خلال ان انا اقرأ طرق سرد مختلفة لكتاب مختلفين، استفيد من خبرتهم، من اسلوبهم، من طريقتهم. هي عامة القراءة مفيدة جدا وبتساعد في حاجات كتير جدا، بعيدا عن ان هي بتسلي وقتي، بتديني معلومات. لو انا بقرا كتب مفيده فهتساعدني ان انا اكتسب معلومات جديده، اعرف حاجات جديده ما كنتش اعرفها، اكتسب حصيله لغويه كويسه. ده في حاله ان انا بقرا كتب بالفصحى، طبعا انا مش بتكلم على العاميه خالص. كمان هتساعدني في ان انا اكتسب من خبرات الكاتب في السرد، في طريقه عرض الحوار، في طريقه الكتابه عامه، في اختيار او انتقاء الكلمات وترتيبها. كل ده هيساعدني ان انا احسن من مستواي في الكتابه، سواء انا كنت بقرا علشان ده هدفي ومركز على الهدف ده، او حتى لو انا بقرا عادي جدا من غير ما تحس او من غير ما تاخد بالك، هتلاقي ان مستواك تلقائيا بيتحسن لانك بتكتسب خبره من غير ما تحس من الحاجات اللي انت بتقراها او بتعيشها يوميا. دي حاجه تلقائيا بتحصل او هي بتحصل معايا شخصيا، علشان كده انا بقول لكم ان انتوا من غير ما تحسوا هتلاقوا ان انتوا مستواكم بيتحسن، انتوا مش هتبقوا فاهمين ايه اللي حصل، بس ده بتبقى خبرات. انا اخدت الخبره دي منين؟ من كتر القراءه، من كتر ان انا بحاول ان انا اكتسب مهارات جديده وهكذا. تالت حاجة معايا وهي العصف الذهني، وأنا بالنسبة لي بشوف إنك ممكن تستخدم طريقتين في العصف الذهني. أول طريقة إنك تكون متواجد وسط مجموعة من الكتاب أو الناس اللي بيخوضوا نفس مجالك ونفس مهنتك ومهتمين بالكتابة، وتفضلوا تقولوا أفكاركم واقتراحاتكم. أي فكرة بتيجي في دماغكم حتى لو كانت من وجهة نظركم إن هي فكرة تافهة أو ملهاش أي أهمية او فكره عبثيه جدا، لا كل شخص فيكم هيقترح كل الافكار اللي ممكن تيجي في دماغه حتى لو كانت باينه ان هي ملهاش اي قيمه، ومن خلال الاقتراحات دي هتطلعوا كلكم بافكار جديده. وارد ان انت افكارك العبثيه دي شخص تاني من صحابك يدعمها بفكره من عنده، فتطلعوا بفكره جديده مختلفه وما حصلتش قبل كده. وارد ان انتوا تتشاركوا في كتابه مثلا القصه او الروايه، ده عادي جدا بيحصل، بس هم هيساعدوك، او ان انت وارد تاخد افكار من خلالهم، او لما تسمع فكره
أو اقتراح حد من صحابك تيجي لك أنت فكرة مختلفة ما كانتش جاية على بالك قبل كده. فدي الطريقة دي كويسة جدًا في إن أنت تبتكر وتعرف أو ييجي لك أفكار جديدة. تاني طريقة بالنسبة لي وهي إن أنا أقعد مع نفسي أبتكر، أعمل عصف ذهني لنفسي، أجيب ورقة وقلم، أي فكرة عبثية هتخطر على بالي هاكتبها في الورقة. أنا وارد الورقة دي بعد ما أخلّص كتابة أقفلها وأشيلها وأنسى مكانها أصلًا، بس ممكن آجي بعد كام سنة، مش هاقول مثلًا بعد كام يوم أو بعد كام شهر، لأ أنا أصلًا نسيت الورقة، وبعد كام سنة أبقى باقلِّب في الحاجات بتاعتي واكتشف الورقة وافتحها والاقي فيها أفكار تساعدني إن أنا أكتب قصة بعديها. يعني ودي حصلت معايا أنا من قبل ما أبدأ كتابة أصلًا، وقبل ما أدخل المجال ده. كنت باحب إن أنا أكتب الأفكار اللي بتيجي لي في ورق، ومن قريب بالصدفة بعد حوالي 4 سنين اكتشفت إن أنا كنت كاتبة مقدمة رواية في ورقة، وبدأت إن أنا أكمّل عليها. أي نعم وقفت كتابة فيها لإن ما عجبتنيش الفكرة بتاعتها أوي، لكن أنا لمّا لقيتها كمّلتها. فالفكرة دي بتساعدني إن أنا هاعمل عصف ذهني لدماغي، أنا محتاج إن أنا أطلع بفكرة لرواية أو لقصة. هابدأ إن أنا أرتّب كل الأفكار العشوائية اللي في دماغي في ورقة، لقيت النتيجة اللي أنا عايزة أوصل لها تمام، ما لقيتهاش هاطبّق الورقة واشيلها، ممكن أحتاجها في وقت تاني مش لازم أقطّعها وارميها، وارد بعد فترة أكتشف إن أنا محتاج فكرة كنت كاتبها في الورقة دي، فأرجع للورقة وأبدأ إن أنا أعدّل على الفكرة أو أشتغل عليها. فإحنا نحاول أي أفكار بتيجي لنا أنت ككاتب محتاج إن أنت تحتفظ بكل أفكارك حتى لو كانت بسيطة. سواء كنت كاتب أو حتى مش كاتب، أنت كمان لو مش كاتب محتاج إن أنت تحتفظ بأفكارك دي لإن هي مهمة، هتحتاجها في يوم من الأيام، وارد إن أنت ترجع لها وتحس إن هي إنجاز عظيم جدًا، لإنك لو ما كتبتهاش في الوقت ده كنت هتندم لإنك الفكرة ضاعت منك أو مشروع كبير ضاع منك. في أفكار كتير بتيجي لنا سواء في الكتابة أو حتى لو أنا مش كاتب، بس بتيجي لي أفكار لمشاريع لو كنت كتبتها في الوقت اللي جات لي فيه، أكيد كانت هتنفعني في المستقبل وهاحتاجها وهاحتاج إن أنا أرجع لها. الطريقة دي كويسة جدًا، خاصةً للناس اللي هم بيحبّوا يكتبوا مذكراتهم الشخصية، هيلاقوا إن هم بيدوّنوا أفكارهم حتى لو عبثية جدًا، وده بيساعدهم في المستقبل إن هم يصلّحوا من نفسهم أو يحسّنوا من أفكارهم أو يبتكروا أشياء جديدة. فكل الطرق دي بتساعدنا إن إحنا نولِّد أفكار جديدة تساعدنا في كتاباتنا وتكون مميزة ومميزانا إحنا شخصيًا، لإن هي أفكارنا الشخصية ومجهودنا الشخصي من غير أي مساعدة من أي حد. تاني حاجة عندنا في محاضرة النهارده وهي تطوير الفكرة. أنا خلاص جات لي الفكرة اللي أنا عايز أتكلم عنها وعايز أكتب عنها، إزاي أقدر إن أنا أطوّر الفكرة دي؟ قبل ما نتكلم عن إزاي نطوّرها هنعرف يعني إيه تطوير الفكرة أصلًا. تطوير الفكرة ده هو عبارة عن إن أنا معايا الفكرة يعني معايا الخيط أو البداية، لكن أنا هابدأها إزاي؟ هاخلّي القصة بتاعتي بتبدأ أو بتنتهي إزاي، إيه الأحداث اللي هتحصل فيها، ده تطوير الفكرة، هي إن أنا أحُط الأساسيات من البداية لحد النهاية وأبدأ أشتغل عليها. عندي لتطوير الفكرة 3 حاجات، الحاجة الأولى وهي إن أنا لازم أسأل نفسي إيه اللي هيحصل؟ ولو هنتكلم مثلًا أو هنخلّي السؤال بالفُصحى شوية فهنقول ماذا لو؟ فأنا لو سألت نفسي مثلًا أنا جات لي الفكرة لمّا جيت أكتب الرواية بتاعتي، جات لي فكرة الرواية، لكن ما كنتش عارفة هابدأها إزاي، فسألت نفسي سؤال، أنا عايزة أخلّي في الرواية حاجة مختلفة، عايزة أخلّي البطلة تكون شخصية مختلفة أو مجنونة شوية، فرُحت سائلة نفسي ماذا لو البطلة عملت فرحها في الصحرا؟ فالسؤال ده بنيت من خلاله نُص الرواية تقريبًا اتبنى على السؤال ده، اللي هو أنا أول ما جات لي فكرة إن هي تعمل فرحها في الصحرا، أنا تلقائيًا لقيت الأحداث بتترتب في دماغي وربطتها ببعض زي ما أنا كنت عايزة بالضبط. فهنا السؤال ده مهم جدًا لأنكم على أساسه بتحددوا البداية بتاعة القصة بتاعتكم أو الرواية بتاعتكم، وبتقدروا من خلالها تبنوا الأحداث اللي جاية على أساسها، اللي هو أنا لمّا حطيت إن فرحها هيكون في الصحرا، قدرت من خلالها أشوف أنا إزاي هانتقل من الجزء بتاع الفرح للمرحلة التانية من الرواية بطريقة كويسة، من غير ما أحس إن أنا في جزء واقع مني، أنا مش عارفة هي إزاي هتنتقل للمرحلة التانية، أنا مش عارفة هي إزاي هتروح المكان التاني، أنا مش عارفة هي إزاي مثلًا هتقابل صاحبتها. فالفكرة هنا إن أنا لمّا ربطت الخيط البداية، ربطت الأساس بتاعي بشكل كويس وبشكل منظم، قدرت إن أنا أكمّل باقي القصة بطريقة متسلسلة. فدي أول خطوة مهمة جدًا عندنا، هي إن إحنا نسأل نفسنا أسئلة عن القصة اللي إحنا عايزين نكتبها علشان نقدر نوصل للنتيجة اللي إحنا عايزينها. تاني حاجة معايا هي إن أنا أربط الفكرة اللي جات لي بأفكار جديدة أو بمواقف جديدة هتحصل. يعني أنا برضه هامثّل لكم على الرواية، هي إن أنا بعد ما حددت إن هي خلاص هتعمل فرحها في الصحرا، لازم أحدد الموقف اللي بعد كده هيحصل إيه، هي هتفضل مثلًا في الفرح، هي هتروح مكان تاني، أنا عايزة أخلّيها تقابل ناس معيّنة، فأنا لازم أربط المرحلة دي بالمرحلة اللي بعدها زي ما قُلت لكم من شوية، وهي إن أنا قدرت عن طريق السؤال ده أنتقل للمرحلة التانية بطريقة متسلسلة، فهي دي إن أنا أربط الأفكار ببعضها، تمام؟
آخر حاجة معايا هي إن أنا خلاص حددت الأفكار بتاعتي، وعرفت البداية والنهاية وكل الفكرة بتاعة القصة بتاعتي أو الخاطرة بتاعتي. أنا مش شرط أنا بس بامثّل على القصة، لإن هي هتكون أوضح حاجة نشرح عليها، لكن الموضوع عام سواء يخُص كل الكتابات يعني، حتى لو بنتكلم عن شعر. أنا عشان أربط أول القصيدة بآخر القصيدة لازم أمشي على نمط كده متسلسل. فآخر حاجة معايا هي إن أنا أحدد الرسالة اللي عايز أوصل ليها. أنا باكتب القصة دي علشان أطلّع منها حاجة مفيدة للقارئ، أو هاقدّم من خلال القصة بتاعتي نصيحة للقارئ. أحدد أنا ليه باكتب القصة دي، ليه باكتب القصيدة دي، ليه باكتب الخاطرة دي. أنا لازم أحدد الرسالة اللي أنا عايزة أوصّلها من خلال كتاباتي. طبعًا في ناس بتكتب من غير رسالة، من غير هدف. أنا باكتب لإني باحب الكتابة، أو أنا باكتب لإن دي موهبة عندي، لكن ده مش صح. أنت ربنا ادّاك موهبة لازم تستغلّها صح، واستغلالها صح هو إنك يكون في رسالة واضحة من خلال كتاباتك أو من خلال موهبتك دي، بتفيد الناس أو بتفيد الناس إيه، بتفيد المجتمع اللي حواليك. أنا ربنا ادّاني الموهبة دي، ممكن تكون رسالتي من خلالها هي إن أنا تكون كتاباتي تخُص الدين أو الحاجات الدينية، وأقدر إن أنا أقدّم من خلال الكتابات دي معلومات دينية مفيدة تكون صحيحة طبعًا مش أي كلام، وأقدر إن أنا أوصّلها للناس بشكل مُبسّط، لإن أنا باكتب قصص. ممكن يكون القصص اللي أنا باكتبها طريقتها بسيطة مُبسّطة، الناس بتحب تقرأها والمعلومة بتوصل لهم من خلالها أسرع. وارد إن أنا يكون كتاباتي دي رسالة إن أنا باحاول أطوّر الناس اللي حواليّا وأخلّيهم عندهم ثقة في نفسهم من خلال إن أنا باخلّي شخصيات الك ال ال أو الأبطال بتاعة القصص بتاعتي شخصيات قوية، فده بيحفّز الناس أو الجمهور اللي أنا باستهدفه أو اللي بيقرأ لي. تمام، فلازم ككُتّاب يكون لينا رسالة واضحة وهدف واضح من كتاباتنا وأعمالنا، مش مجرد بنكتب بلا هدف. كمان عندنا 3 أساليب للكتابة الإبداعية. الأسلوب الأول هو الوصف الحسي، والوصف الحسي ده هو المرتبط بالحواس ال5 للشخصية الرئيسية أو للشخصيات الفرعية في القصة بتاعتي. وطبعًا كلنا عارفين الحواس ال5 اللي هم البصر والسمع والشم والتذوق واللمس. أي شخصية أو أي بطل في قصة أو في رواية بنعتبره شخص حقيقي أو شخص واقعي. أنا مش مجرد باتكلم عن شخصية في رواية، لأ، الشخصية دي أنا ككاتب لمّا آجي أتكلم عنها باتعامل معاها كأنها شخصية حقيقية، شخص طبيعي عايش بيمارس حياته الطبيعية، بينام وبيصحى وبيتنقل من مكان لمكان وبيشتغل وبيعمل كل حاجة كأنه إنسان طبيعي. فالطبيعي إن يكون الشخص ده بيشم وبيسمع وبيشوف وبيتذوق وبيلمس. ده الطبيعي، إلا طبعًا لو أنا مطلّعة البطل أو الشخصية بتاعتي مثلًا ما بيتكلمش أو ما بيشوفش، فدي هتبقى حاجة تاني. لكن عندي الوصف الحسي ده هو إن أنا عن طريقه باقدر أوصف ككاتب وصف دقيق جدًا اللي البطل بيشوفه. لو مثلًا هنستخدم الحاسة بتاعة البصر، أنا دلوقتي البطل لو أنا مثلًا باشوف فيلم أو مسلسل هاشوف البطل قدّامي شايف إيه. أول ما دخل الأوضة بتاعته لقى مثلًا المكان متبهدل ومتدغدغ في حاجات متحركة من مكانها. لكن أنا في الرواية أكيد مش هاشوف ده، لإن أنا قارئ مش مشاهد. فالكاتب لازم يوصّل لي اللي البطل شايفه بشكل دقيق جدًا، يخلّيني أحس إن أنا شايف المشهد قدّامي. فأنا بالتالي الكتابة بتدّيني وصف حسي بيخلّيني أنا شخصيًا أحس إن أنا عايش جوّه الأحداث دي بتفاصيلها، مش مجرد إن أنا باقرأ الكلام وخلاص. تاني أسلوب معايا هو الحوار الطبيعي. الحوار جوّه القصص أو الروايات بيكون زيه زي الحوارات الطبيعية بين أي شخصيتين في الحقيقة. مثلًا أنا باتكلم مع صاحبتي في الحقيقة، كذلك الشخصيات في الرواية بيتكلموا مع بعض كأن مثلًا واحدة وبتكلم صاحبتها، أو واحدة وبتكلم مامتها، على حسب الفكرة بتاعة القصة أو الطريقة اللي أنا باتكلم بيها في الرواية أو هاكتب عنها. لكن في حوارات، والحوارات بتكون طبيعية جدًا، لدرجة إن أنا ممكن أستشعر من خلال الكلام اللي بيتقال مثلًا يكون نفس الكلام أنا قُلته قبل كده، أو صاحبتي قالته لي قبل كده، أو أنا مرّيت بموقف شبه الكلام اللي بيتقال ده قبل كده، فيخلّيني أحس إن الحوار طبيعي جدًا، وأنا مش شايفة إن دي مجرد قصة أو رواية. تمام، هو عامةً الكاتب الشاطر أو الناجح اللي بيخلّي القارئ يعيش جوّه الأحداث بتاعة الرواية بتاعته كإنه فعلًا عايش جواها. مش هو ممكن للحظة ينسى إن هو ماسك كتاب في إيده وبيقرأ فيه، ويحس إن هو جوّه الأحداث، وبعد ما يخلّص يحس إن هو كان جوّه مكان وخرج منه، اللي هو أنا كنت فين. في ناس كتير وهي بتقرأ بتحس اللحظات بالشعور ده، من كتر ما الكتاب اللي بيقرأوه بيكون بيلمسهم أوي لدرجة إن هم مستشعرين إن هم عايشين الأحداث بتاعته. آخر حاجة معايا وهي اللعب بالزمن. يعني إيه الكلام ده؟ اللعب بالزمن ده هو عبارة عن إن أنا ككاتب بانتقل بالقارئ من مكان لمكان ومن زمن لزمن. ممكن أرجع بيه للماضي وممكن أوديه للمستقبل،
وممكن أخلّيه مثلًا بيعمل flashback على موقف قديم حصل معاه، أو موقف هو متوقع هيحصل معاه في المستقبل. فده اللعب بالزمن، أنا مش باخلّيك عايش في زمن معيّن في الرواية أو في القصة بتاعتي، أنا بارجّعك بالزمن وباقدّمك بالزمن، وبابني لك بقى أحداث على الأساس الزمن اللي أنا اتنقلت فيه. يعني مثلًا أنا لو هارجع بيك للماضي، أو لو مثلًا أنا هاكتب رواية عن زمن قديم أو عصر قديم، مش مجرد إن أنا هاتنقّل بيك في القصة نفسها من زمن لزمن، لأ، أنا أحداث القصة بتاعتي نفسها مبنية على زمن قديم. فأنا هاكون طبيعي إن أنا مخلّي الأحداث أو الشخصيات أو التفاصيل بتاعة العمل بتاعي مناسبة للزمن اللي أنا هاتكلم عنه أو هاتناقش مع بعض كام معلومة تاني تخص الكتابة الإبداعية، لكن هنعرفهم إجمالًا، مش هنشرح فيهم شرح مفصل، لإن الشرح فيهم هيحتاج أصلًا كورس منفصل لوحده، لإن فيه معلومات كتير جدًا. لكن إحنا هنعرف كده إيه، يعني بشكل مبسّط الحاجات دي، علشان تكون معلومة مفيدة ليكم برضه. أول حاجة هنعرفها هي أنواع الكتابة الإبداعية. الكتابة الإبداعية ليها أنواع كتير جدًا، منها القصة القصيرة والرواية والشعر والخواطر والمقالات. كمان في حاجة اسمها النصوص المسرحية، وفي حاجة اسمها النصوص الساخرة، دي من ضمن أنواع الكتابة الإبداعية. وطبعًا في عناصر أساسية في كتاباتي، سواء كنت باكتب قصة، رواية، حتى الخواطر ممكن نستخدم فيها بعض العناصر دي. طبعًا العناصر دي مش شرط نستخدمهم كلّهم في نوع واحد، ممكن زي الخاطرة مثلًا ما بتحتاجش إن إحنا نستخدم كل الأنواع دي، هي بس مش بتحتاج أكتر من الفكرة وشخصية واحدة بس مثلًا، وهي الشخصية اللي أنا هاعبّر عنها في الخاطرة بتاعتي. لكن مثلًا حاجة زي الرواية فهي بتحتاج كل العناصر دي. فعشان بس تكونوا عارفين إن مش شرط تستخدموا كل العناصر دي في أعمالكم. العناصر دي هي عبارة عن الفكرة، ودي الحاجة الأساسية اللي كانت موضوع محاضرتنا النهارده، اللي هي إزاي أجيب الفكرة أصلًا. تاني حاجة معايا هي الشخصيات، يعني حاجة زي الرواية فلازم يكون فيها شخصيات كتير جدًا، وكمان الشخصيات اللي بتكون في الرواية بتكون في شخصيات رئيسية وشخصيات فرعية. طبعًا الشخصيات الرئيسية هي اللي عبارة عن البطل أو الشخصية الأساسية اللي الرواية بتدور حواليها، والشخصيات الفرعية هي الناس التانية اللي في الرواية اللي أصلًا ممكن ما يتذكروش غير مرة واحدة أو 2 بس، وارد كمان ما يتذكرش ليهم مواقف ويتذكر اسمهم مش أكتر، مجرد شخصيات في الرواية. وبعد كده عندنا الحبكة، والحبكة دي هي الطريقة اللي أنا بانظّم بيها الأحداث وبارتّبها في القصة بتاعتي أو في الرواية بتاعتي بشكل متسلسل، أو الطريقة اللي أنا بانظّم بيها بمعنى أصح العمل بتاعي. كمان الزمان والمكان اللي في الرواية عندي أو في العمل بتاعي لازم يكون في زمان. أنا مثلًا باتكلم عن قصة في الوقت المعاصر، هاتكلم عن أحداث بتحصل حاليًا، مش شرط تكون أحداث حقيقية، لكن أنا الفكرة بتاعتي قايمة على أحداث حالية. وكمان لازم يكون في مكان، المكان ده اللي هو مثلًا البطل عندي عايش في بيت أو عايش في ملجأ أو عايش في الشارع، ده المكان اللي أنا بتدور أحداث العمل بتاعي حواليه. المكان اللي بيعيش فيه البطل أو الشخصيات. كمان عندنا أخطاء شائعة لازم أنا ككاتب أو ككاتبة طول الوقت أحاول إن أنا أتجنبها وما أعملهاش. أول حاجة عندنا هي تقليد الأسلوب، إن أنا أقلد أسلوب الناس اللي حواليا في الكتابة وآخد من أفكارهم. أيوه، إحنا قلنا من شوية إن لازم إن أنا أكتسب من مهارة أو خبرة الناس اللي أنا باقرأ ليهم، وأتعلم من أسلوبهم وطريقتهم في الكتابة. لكن مش معنى كده إن أنا أقلدهم وآخد أسلوبهم copy وأكتب بيه، ده كده مش حاجة مميزة، مش حاجة هتميزني. بالعكس، اللي هيقرأ عملي هيقول لي أنت بتقلد الكاتب الفلاني، ودي حاجات بنشوفها يوميًا على السوشيال ميديا. لكن أنا باحاول إن أنا أتجنبها. طيب أنا عجبني طريقة كتابة كاتب معيّن، أنا مثلًا الكاتبة المفضلة عندي هي الدكتور نرمين رحمة الله، باحاول دايمًا إن أنا أقتدي بأسلوبها في الكتابة، لإني باحب الأسلوب بتاعها. بس مش معنى كده إن أنا أقلدها، أنا بس باحاول إن أنا آخد أفكار من خلال سردها، طريقة سردها، طريقة تنسيقها أو تنظيمها للعمل بتاعها. باخد مجرد فكرة وبابنيها بأسلوبي أنا الخاص، مش باقلدها في الأسلوب بتاعها. كمان أحاول إن أنا في أعمالي ما أكونش ماشي على أسلوب واحد. الكُتّاب الناجحين لو بصينا على أعمالهم هنلاقي كل عمل ليهم ليه أسلوب مختلف. في نفس الوقت كل مرّة أنا بابقى عارف لو ما شُفتش اسم العمل ده، ما شُفتش اسم الكاتب، أنا هابقى عارفة ومتأكدة إن الكتاب ده لمثلًا الدكتور نرمين. ليه؟ لإن أسلوبها بيكون واضح، بس في نفس الوقت من غير تقليد. مش كل الأعمال بتاعتها حاجة واحدة شبه بعض، اللي هو أنا كقارئ هاحس بملل. ليه؟ لإن الأعمال متشابهة، حاسة إن الفكرة هي، ما الأسلوب هو نفسه، لكن أنا باستخدم أسلوب موحّد بطريقة مختلفة. ودي طبعًا الكاتب الشاطر اللي بيعرف يستخدم أسلوب مختلف كل مرّة، بس النمط بتاعه الأساسي واضح للقارئ. دي بتبقى حاجة يعني مش كتير أوي اللي بيقدر يستخدمها أو يعملها. وأنا شخصيًا يمكن واحدة من الناس اللي لسه لحد دلوقتي باحاول إن أنا أستخدم الطريقة دي، إن أنا يبقى ليّا أسلوب موحّد وفي نفس الوقت مختلف، ومش كل أعمالي شبه بعض.
تاني حاجة لازم أتجنبها هي إن أنا أكون بابالغ في الوصف، ما أجيش مثلًا عشان أوصف البطلة أو البطل وأقعد أبالغ في الوصف بتاعي وأقول قد إيه مثلًا البطل ده شخص ما فيش منه في الكوكب 2 والبطلة دي ما فيش منها في جمالها في الكوكب، لأ، أنا لازم أكون شخص معتدل. الطبيعي إن إحنا كبشر ربنا خلقنا بأشكال مختلفة، في منا الجميل الواو، في مننا الجميلة الواو، في نفس الوقت اللي شكله مش هنقول وِحِش لإن كلّها خلقة ربنا، بس شكله عادي ملامحه عادية، مش الشخص المُبهر اللي أمّا أشوفه أقول اللهم بارك إيه الجمال ده، تمام؟ فأنا كذلك لمّا آجي أكتب رواية باخلّيها في المعقول أو اللي هو متوقّع، مثلًا ما أقولش إن البطلة من كتر بياضها بتنوّر، اللي هو أنا باقول كده حاجة غير متوقعة، إلا بقى في حالة واحدة، إن أنا مخلّية مثلًا البطلة شخصية من خيالي، مش شخصية حقيقية، هي شخصية من خيالي، أنا عاملة شخصية في العمل بتاعي إن البطلة عبارة عن لمبة. هي فعلًا البطلة في الرواية لمبة، مش الوصف بتاعي هو اللي مخلّيها لمبة لأ، فماشي، فإحنا لازم يكون ما فيش مبالغة في الوصف بتاعنا، سواء لوصف المكان، لوصف الشخصيات، أنا مش باتكلم بس على الشخصيات، أيًا كان الوصف اللي أنا هاوصفه ما يكونش فيه مبالغة، ممكن أبالغ شوية، ده لو الرواية بتاعتي أو العمل بتاعي محتاج المبالغة دي، لكن ما أبالغش أنا من نفسي وأخلّي القارئ يحس اللي هو إيه الأوفر ده، تمام؟ فلازم نتجنب النقطة دي. لازم كمان أتجنب إن أنا أبقى بادئ العمل بتاعي وعندي رسالة واضحة وهدف واضح، وآجي في نُص العمل الرسالة تضيع منّي. كتير جدًا بيكتبوا أعمال من أول صفحة أنت بتبقى عارف ومتأكد إن العمل ده فيه هدف من وراه، فيه رسالة الكاتب عايز يوصّلها من خلاله، وأنت بتقرأ وتكمّل العمل لحد الآخر علشان تعرف الرسالة دي، وتيجي في الآخر ما تلاقيش لا رسالة ولا حاجة، مع إن العمل كان بيؤكد من أوله لحد نُصّه أو لحد آخر كام صفحة إن في رسالة. لكن أنت جيت في الآخر رسالة مش موجودة، ليه؟ لإن الكاتب ما عرفش يكمّلها، ما عرفش يوصّلها بالطريقة الصح، أنت لازم ولا بُد إنك لمّا تيجي تكتب عمل وهتحط رسالة واضحة فيه، لازم من أول صفحة ما دام بيّنت للقارئ إن في رسالة من خلال العمل بتاعك، فأنت لازم توصّل له الرسالة دي بشكل صح، ما تخلّيهاش تسقط منك في النُص، اللي هو أنا الرسالة وقعت منّي وما عرفتش إن أنا أضبّطها أو أكمّلها، فأنا هاكمّل العمل لوحده من غير الرسالة بتاعتي، ده هيضيّع العمل بتاعك، ليه؟ لإن أنا كقارئ اللي خلّاني أكمّل العمل إنّي عايزة أعرف الرسالة، فأنا لمّا ما لقيتهاش هاحس إن الكاتب ده أصلًا مش عارف يكتب، مش أسلوبه مش قوي، مش عارف يوصّل لي الفكرة اللي هو أصلًا عايزها، فأنا مش هاقرأ له تاني، أنت كده هتبقى مثلًا لو بنيت جمهور أنت خسرته. فتمام، فإحنا لازم نركّز على النقطة دي كويس جدًا. لازم كمان في أي عمل يخصّني أتجنّب إن أنا أخلّي العمل طويل لدرجة إن القارئ يمِل، وأتجنّب كمان إن هو يكون مختصر جدًا لدرجة إن القارئ ما فهمش منّه حاجة، أنت عايز توصّل لي إيه بالضبط؟ إن أنت خلّيت العمل صغيّر أوي لدرجة إن هو بقى مُخِل أصلًا، ما فيش أي رسالة واضحة، ما فيش أي حتى أحداث واضحة، أنا كقارئ لو هاقرأ العمل لمجرد إن أنا أتسلّى بيه مش أستفيد منّه، فأنا حتى دي أنت ما حققتهاليش ككاتب. كذلك العمل لمّا بيكون طويل أوي من غير أحداث مشوّقة، من غير ما يكون أصلًا الفكرة بتاعته متطلبة الإطالة دي، فده بيعمل ملل للقارئ، أنا ممكن آجي في نُص العمل ومش هاكمّله، وممكن ما ارجعش للكتاب تاني، مش هاقول هاكمّله في وقت تاني، لأ، أنا ممكن ما اكمّلهوش خالص، ليه؟ لإن هو بالنسبة لي مُمِل. يعني أنا مثلًا جِبت كتاب قبل كده كان مش فاكرة اسم الرواية تقريبًا الحُفرة أو حاجة زي كده، بس ما كنتش أعرف إن هي ليها أجزاء، الكتاب اللي أنا جِبته ما كنتش فاهمة بيتكلّم عن إيه، فكنت حاسة بملل رهيب لدرجة إن أنا ما كمّلتهوش، لكن بعدها كنت بالنسبة لي إن ده عمل مُمِل جدًا، ورغم إن الكتاب مش كبير، بس أنت ككاتب ما حققتليش أي استفادة من العمل بتاعك. بعديها الله أعلم إذا كان فيها فعلًا ليها أجزاء والّا لأ، بس اكتشفت إن هي ليها أجزاء وأنا باقرأ في الجزء التاني، فطبيعي إن أنا ما افهمش الفكرة. في بقى روايات تانية أو أعمال تانية ما بيكونش ليها أجزاء، بس تخلّي القارئ يحس بنفس الملل وما يحسش إن هو استفاد أي حاجة من العمل. فنحاول إن إحنا قدر الإمكان نتجنب النقطة دي تمامًا، علشان أعمالنا تفضل إبداعية، والقراء يحبوا إن هم يقرأوها مهمًا عملنا أو مهمًا كتبنا أعمال، هيحبوا طول الوقت إن هم يقرأوا لينا، لإن هم بيحبوا أسلوبنا. طيب أنا أسلوبي في الكتابة ضعيف جدًا، طريقة السرد بتاعتي مش قوية، مش عارفة إزاي أحسّن مستوايا في الكتابة وأخلّي سردي قوي وأخلّي أسلوبي مميز ومختلف. هاقول لكم على 4 حاجات لو عملتوهم باستمرار، يعني ممكن بنسبة كبيرة جدًا عن تجربة تخلّوا مستواكم في مرحلة مختلفة تمامًا أنتم نفسكم ما كنتوش تتوقعوا إنكم توصلوا ليها. أول حاجة إحنا قُلناها كتير أوي هي القراءة المستمرة، وعرفنا إيه الأسباب أو العوامل اللي بتساعدنا عليها القراءة، مش محتاجين إن إحنا نكررهم تاني. تاني حاجة معايا هي إن أنا أكتب بشكل يومي، ما أكتبش كل ما ييجي لي شغف للكتابة، أنا هاكتب بشكل يومي، الكتابة بالنسبة لي زي الشغل، لازم يوميًا أكتب حاجة حتى لو عبارة عن سطرين بس، أو حتى سطر واحد أو جملة واحدة، مش هاقول سطر واحد، لو كتبت جملة واحدة كل يوم مستوايا تلقائيًا هيتحسن، ليه؟ لإن أنا مستوايا النهارده وأفكاري النهارده
ومعلوماتي وخبراتي النهارده اللي انا بتطلع في اسلوبي في الكتابه مش هي نفسها اللي هتكون عندي بكره. كل يوم العقل بيتطور. انا ممكن اتفرج على فيديو تافه جدا بس عقلي من خلاله ياخد فكره ويتطور. العقل اللاواعي او العقل الباطن من وجهه نظري بيخزن حاجات كتير جدا على مدار يومنا احنا ما بنحسش بيها، ما بناخدش بالنا منها ما بنبقاش اصلا متوقعين ان هي متخزنه في دماغنا، بس هي متخزنه. دي وجهه نظري انا الشخصيه، ما اعرفش اذا كانت دي حاجه علميه او لا، لكن انا من وجهه نظري ان انا لو بس صحيت وبصيت قدامي، انا دماغي او عقلي الباطن خزن الصوره اللي قدامي دي، ممكن بعد كده تطلع بفكره مختلفه. كذلك الكتابه، انا لما يوميا بتصفح بعمل شغل بعمل حاجات، عقلي الباطن بيخزن معلومات وخبرات من خلال اليوم ده بتطلع على اسلوبي في الكتابه. ودي حصلت معايا بشكل يعني شخصي، ان انا في فتره من الفترات قعدت بكتب يوميا. كل يوم بلاقي مستوايا في طريقه السرد وطريقه الكتابه بيختلف تماما وانا مش عارفه السبب. لما حاولت ان انا اراقب نفسي اكتشفت ان ده السبب، هو ان انا عقلي بيخزن معلومات من خلال حتى لو طريقه كتابه حد كان ناشر بوست على الفيسبوك وطريقه سرده كويسه جدا مميزه، انا عقلي خزن الطريقه بتاعته فبدات تطلع عليا لا اراديا في كتاباتي. فدي حاجه خطوه مهمه جدا ان احنا نكتب بشكل يومي ونستمر على الكتابه. مفيش حاجه اسمها شغفنا انتهى. انا لو بشتغل وملزمه ان انا احقق تارجت معين خلال الشهر، فانا لازم هكون ملزمه احقق التارجت ده حتى لو ما كانش عندي شغف، حتى لو ما كانش عندي قدره، حتى لو كنت بمر باصعب ظروف في الدنيا، هتلاقي ان انا لازم اوصل للتارجت ده لان ده شغلي، دي حاجه مفروضه عليا. كذلك الكتابه، انا لو اتعاملت معاها ان هي حاجه اساسيه في حياتي ولازم اكتب يوميا حتى لو جمله واحده، انا خلاص شغفي انتهى بس انا هكتب جمله واحده بس، ده هيفرق معايا كتير جدا. بالعكس ده هيخلي شغفي يرجع تاني. انا شغفي خلص تجاه الحاجه دي، بحاول ان انا ارجع لها بطريقه بطيئه. انا مش لازم ارجع للحاجه مره واحده، بس انا لازم اقوي نفسي. محدش هيجي يرجع لي شغفي، انا اللي هرجعه لنفسي. فهرجعه ازاي؟ اشتغل على نفسي حتى لو هتعامل مع الموضوع ببطء جدا، لكن في المستقبل بعد اسبوع او حتى شهر هلاقي نتيجه مختلفه. بعد ما كانش عندي شغف ان انا اكتب سطر واحد كل يوم، لا انا بقى عندي شغف ان انا اخلص روايه كامله في شهر. عادي جدا، دي حاجات بتحصل مع الناس اللي عندها سعي وعندها حلم او هدف عايزه توصل له فعلا وبتسعى ليه وبتشتغل على نفسها بشكل مستمر. تالت حاجه عندي هي ان انا مركزش على حاجه واحده. انا بشوف ناس كتير حواليا بيكتبوا خواطر بس، انا مش هكتب غير خواطر. طب ليه؟ جرب حاجات مختلفة، جرب أنواع مختلفة من الكتابة، ما توقفش عند حاجة واحدة. أنا ما بعرفش أكتب قصص، هل أنت جربت وفشلت أو ما جربتش على حسب كل شخص. بس أنا عشان جربت وفشلت مش عايز أحاول تاني. ده مش صح، إن أجرب وأفشل في الحاجة ده طبيعي، لأن أنا أكيد ما اتولدتش عندي خبرة في الحاجات دي. بس لما أجرب مرة واتنين والحاجة اللي أنا فشلت فيها أعدلها وأشوف الأخطاء فيها إيه وأعدلها، هلاقي نفسي قدرت إن أنا أتقنها وفي وقت قليل كمان، لأن اللي بيشتغل على حاجة هو بيحبها بيتعلمها أسرع من ان هو يشتغل على حاجه بالنسبه له حاجه عاديه مجرد شغل وخلاص. فلازم نجرب انواع مختلفه من الكتابه، سواء نجرب إن نتعلم نكتب في حاجات مختلفه من انواع الكتابه الابداعيه. مثلا انا بكتب خواطر فهكتب خواطر وسكريبتات، او بكتب مقالات هجرب ان انا اكتب قصص جنب المقالات، او ان انا انواع مختلفه في النوع اللي انا بكتب فيه. يعني انا لو بكتب قصص دينيه بس او قصص مسليه بس، اجرب اكتب معاها قصص دينيه. احاول ان انا اغير الاسلوب بتاعي، اغير الافكار بتاعتي. بدل ما انا بكتب في حاجه معينه قصص مثلا بتتكلم عن المجتمع، لا انا هدخل مع المجتمع ده حاجه مختلفه، مثلا قصص اطفال. بدل ما انا بكتب خواطر حزينه، هدخل مع الخواطر الحزينه دي خواطر فيها توعيه. لازم انوع سواء في انواع كتاباتي نفسها او في انواع الكتابه اللي انا بكتبها. تمام. اخر حاجه معايا هي ان انا لازم اطلب ملاحظات من الناس اللي حواليا، او بمعنى اصح اسمع نقد الناس اللي حواليا، بس ما اروحش لاي شخص معدي واقول له انتقد كتاباتي. لان وارد جدا الشخص اللي هينتقدني ده هو اصلا ما عندوش خبره في النقد، مش عارف اساسا يعني ايه نقد. النقد ده ليه ناس متخصصه بتكون دارسه كليات وجامعات علشان يعرفوا يعني ايه نقد ويقدروا ان هم تكون دي مهنتهم. تمام. اصلا في ناس دي شغلتها الاساسيه ان هم ينتقدوا الاعمال. فانا ما ينفعش اروح اسيب كل المتخصصين اللي حواليا واروح لشخص اصلا مش عارف يعني ايه نقد واقول له انتقدني. زائد ان انا ما ينفعش اروح لشخص بينتقد نقد هدام واقول له انتقد العمل بتاعي، لانه وارد جدا يقول لي كلمه واحده تخليني ابطل اكتب تاني طول حياتي، يخليني خلاص انا فاشل مش هقدر اكمل. بالعكس انا اروح للناس، انا مش بطلب نقد، انا بطلب ملاحظاتك. هروح لشخص والافضل انه يكون مدقق لغوي علشان هيكون عنده خبره اكتر في الاعمال والنقد والملاحظات، وهيساعدني اكتر. او اروح لشخص بيقرا كتير جدا، حد هاوي القراءه، واقول له اقرا العمل بتاعي او الخاطره بتاعتي وقول لي ملاحظاتك عليها وقول لي رايك فيها. وارد لو هو شاف اي شيء مش احسن حاجه في العمل بتاعي هيقول لي النقد اللي عنده او هيقول لي ملاحظاته، ولو شاف ان هو ما فيهوش اخطاء هيقول لي ان العمل ما فيهوش اخطاء. تمام.
في طبعًا لو إحنا مثلًا ما عندناش الشخصيات دي في حياتنا أو ما عندناش الشخص اللي ممكن يساعدنا ويقول لنا ملاحظاته بكل جدية في الأعمال بتاعتنا علشان نطوّر من نفسنا، الملاحظات دي بنحتاجها علشان إن إحنا نحسّن من مستوانا وما نقعش في الأخطاء اللي إحنا بنعملها، لو عندي أخطاء في كتاباتي ما أعملهاش تاني. ممكن طبعًا لو ما عندناش الشخصيات دي كلّها إن إحنا نلجأ للAI مثلًا زي ChatGPT. ممكن مثلًا نروح لChatGPT أو Gemini أو أي chat AI ونبعت له العمل بتاعنا ونطلب منه ملاحظاته. طبعًا هنا أنا مش باقول نخلّي الAI يكتب لنا، عشان ده مش صح طبعًا، ولا نستخدمه في إن هو يعدّل لنا الأعمال بتاعتنا يعني لو فيها أخطاء يعدّلها ويصحّحها هو، ده برضه مش صح. أنا بس باقول إن هو يقدّم لنا ملاحظاته عن العمل. ممكن يقول لنا إن في كلمات ضعيفة، ممكن نستخدم كلمات مختلفة، أو إن الأسلوب مش أحسن حاجة، فإحنا نبدأ إن إحنا نشتغل على النقطة دي، ونعرف الملاحظات اللي اتوجهت لنا، ونحسّن من شغلنا أو كتاباتنا الجاية. إحنا ممكن ما نعدّلش العمل ده خلاص هو اتكتب وتمام، بس أنا أعرف الملاحظات دي واشتغل عليها في الأعمال الجاية، واحاول إن أنا أتجنب الأخطاء اللي اتقالت لي. تقدروا كمان تعملوا تدريبات عملية لنفسكم، بإنكم تجيبوا صور تحاولوا إن أنتم تعبّروا عنها أو تكتبوا عنها، وده بنسميه ارتجال. طبعًا تقدروا إن أنتم ترتجلوا سواء على صور أو على جُمل، أيًا كان نوع الارتجال اللي هترتجلوا عنه، بس هيساعدكم إن أنتم تعبّروا عن أفكاركم أو يدّيكم كمان أفكار مختلفة ممكن تكتشفوها من خلال الصورة اللي بتعبّروا عنها. كمان ممكن تعملوا تمارين لنفسكم عن إن أنتم تكتبوا بداية رواية. أنا عمري في حياتي ما كتبت رواية أو قصة، بس أنا عايزة أبدأ وأكتب رواية فعلًا، فأنا مش عارفة البداية هتكون إزاي. أنا ممكن أقعد أتدرّب بس على البداية بتاعة القصة بتاعتي أو الفكرة بتاعتي، مش باتدرّب على فكرة كاملة، أنا بس باحط البداية، باتدرّب على إن أنا إزاي أكتب أو أبدأ الرواية بتاعتي، إزاي أقدر إن أنا أبدأ القصة بتاعتي. أتدرّب كمان على النهاية، إزاي النهايات بتكون مكتوبة، في نهايات مفتوحة وفي نهايات مُغلقة. أقعد أتدرّب كده إن أنا باقفل الرواية إزاي، هاخلّي النهاية مفتوحة إزاي، أو هاخلّي النهاية مُغلقة إزاي. أنا ما باكتبش رواية أصلًا، بس أنا بادرّب نفسي علشان لمّا أبدأ أكتب رواية، أقدر إن أنا أحُط بداية شيّقة ونهاية احترافية. زائد كمان إن أنا لازم أدرّب نفسي إن أنا أعبّر أو أوصف الشخصية بتمُر بإيه، أوصف هي بتحس بإيه جوّه العمل بتاعي. لازم أتدرّب على كده، إزاي أخلّي وصف الشخصيات قوي وجذاب، وإزاي إن أنا أقدر أخلّي كل قصة القارئ يحس إن هي قصة حقيقية، أو قصدي كل شخصية القارئ يحس إن هي شخصية حقيقية مش مجرّد شخصية في رواية. لو اتدرّبت على الحاجات دي، إن أنا إزاي أوصف الشخصيات، إزاي أخلّيهم يتعاملوا جوّه الرواية، يتحرّكوا ويحسّوا وكل التفاصيل دي، هتساعدني أو هتسهّل عليّا بقدر كبير جدًا إن أنا أبدأ فعلًا بأول عمل حقيقي ليّا، وهو إن أنا أكتب رواية كاملة أو أكتب قصة كاملة. بسيط جدًا، محتاج بس تدريب وسعي وشغف بالحاجة اللي أنتم بتكتبوها أو بتعملوها. خلاصة محاضرة النهارده هي إن الإبداع بيحتاج خيال واسع، بيحتاج إنك تكون شخص يعني بمعنى أصح مُدرِك للإحساس أو المشاعر اللي بتعيشها الشخصيات في أعمالك وفي كتاباتك، ولازم يكون أسلوبك قوي وطريقة سردك قوية تجذب القارئ وتشدّه إن هو يكمّل العمل بتاعك من أوله لآخره، سواء كان عمل مكوّن من 4 أو 5 سطور أو حتى 100 كلمة، أو عمل مكوّن من 100.000 كلمة أو حتى 30.000 كلمة بس. كمان لازم تكون عارف إن كل نوع في الكتابة وكل نوع من أنواع الكتابة الإبداعية ليه الأسلوب الخاص بيه، ليه الطريقة اللي بتميزه وبتخلّيه مختلف. لازم تعرف كمان إن العناصر أو الحاجات الأساسية في الكتابة لو التزمت بيها ومشيت عليها خطوة بخطوة في بداية شغلك أو في بداية إنك تكون بتكتب، ده هيساعدك كتير جدًا. أنت في المستقبل مش هتحتاج أصلًا ترجع تبُص على العناصر دي، بل بالعكس أنت ممكن تغيّر فيها وتبتكر فيها بإنك تحط أسلوبك الخاص. لكن في البداية أنت محتاج تمشي على العناصر دي علشان تقدر تطلع بأفضل نتيجة. لو من البداية ما التزمتش بالعناصر أو الأساسيات بتاعة كل عمل وطريقة كتابته، عمرك ما هتطلع بالعمل بأفضل نتيجة. لكن لمّا تبدأ بالأساسيات وتلتزم بيها، في المستقبل لمّا تكون خلاص أتقنت المجال أو أتقنت المهارة اللي أنت بتكتب عنها أو بتكتب فيها، أنت مش هتحتاج ترجع تبُص على العناصر دي أبدًا. بالعكس أنت هتبقى خلاص أنت بتُبدع وبتبتكر من نَفْسك بأسلوبك المميز الخاص بيك. كمان لازم تكون عارف إن أي حاجة بتحصل حواليك ممكن تلهمك بفكرة جديدة ومختلفة. كلمة ممكن تتقال في وسط تجمُّع من غير ما تاخد بالك أو من غير ما اللي حواليك ياخدوا بالك، أنت بتبقى دماغك شغالة وبتبتكر من الكلمة دي قصة كاملة. لو شُفت حاجة أو شُفت موقف ده ممكن يلهمك بأفكار جديدة. الإلهام موجود حواليك في كل مكان وفي كل لحظة بتمُر عليك، أنت ممكن تيجي لك فكرة جديدة. لازم تستغل الأحداث والمواقف اللي بتمُر عليك في يومك علشان تستفيد وتكتسب أفكار جديدة تساعدك تكون شخص مميز، أفكاره مختلفة مش تقليدية وليه أسلوب خاص بيه، القُرّاء بيحبّوا إن هم يقرأوا له علشان هو مختلف. لازم تعرف كمان إنك علشان توصل لهدفك أو لحلمك أو تستمر في حاجة، لازم تكون شخص مستمر. ما ينفعش علشان أنا اكتشفت إن عندي موهبة الكتابة
آجي في لحظة شغف أكتب حاجات كتير جدًا وأحقق إنجازات كبيرة جدًا في الكتابة، وبعدين آجي أقول خلاص أنا كده وصلت، أو أنا فقدت الشغف. اللي عنده هدف أو عنده حلم فعلًا حقيقي عمره ما هيفقد الشغف، لإنه طول الوقت هيبقى بيسعى وبيستمر علشان يوصل لنجاحه. لازمًا تعرفوا إن الممارسة المستمرة هي أول بداية أو أول مفتاح للنجاح. وبكده تكون محاضرة النهارده انتهت، ونتقابل إن شاء الله في محاضرة جديدة زي ما متفقين كل أسبوع محاضرة جديدة ومختلفة ومتنوعة مع كبسولة وعي.